بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك والشير. عايزاكم كده يا حبايب قلبي تشيروا الفيديو ده أطول فيديو في فيديوهاتي، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى بقى روتين يومي كده في الطبخ، كده هتشوفوه معايا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله كل مرة هنزود لكم حاجة. المرة اللي فاتت كانت غسيل المواعين، المرة دي بقى هنبدأ من أول التنظيف. زي ما انتوا شايفين كده هننضف بقى معايا كده ايه المية ديت زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا غسلها ومغيرها كذا مرة، بس انا كل ما بفرك كده في الفرخة بتطلع. زي ما انتوا شايفين كده حط عليها دقيق وليمون وخل وملح، وننزل بقى نفرك فيها كده ونسيبها شوية في المحلول ده هو تتنقع فيه. آه، طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده النهاردة بقى هنعمل معاكم الفرخة ديت، هنشويها معاكم تتبيلة جميلة خالص رهيبة هتعجبكم بجد. بصراحة لما تمشوا على الوصفة بالظبط هتلاقوها بجد المرة دي غير أي مرة، وطرية خالص ما فيش أي فيها جفاف ولا نشفان ولا أي حاجة، ما شاء الله، وطيبة من الداخل. يا رب نكون عند حسن ظنكم في الفيديو ده هو. ومش هنطول عليكم. آخر حاجة حطيناها ديت، زي رجعنا الفيديو تاني، آخر حاجة حطيتها هي السكر. طب السكر ده بيعمل ايه يا ام جنى؟ السكر ده هوت يا حبايب قلبي بيخليها تطيب معايا في الشوي. انتوا عارفين ان السكر ده لما بيتحط لاي حاجه، للحمه الكبيره، للحمه لو في اي حاجه ما بتطيبش معانا لو حطينا نطره سكر. غير كده كمان بيدي طراوه للانسجه بتاعه الفرخه. زي ما انتوا شايفين بقى النهارده كده هنعمل معاكم الفرخه ديت كده، هنحاول بقى ان انا ننضفها تنظيف حلو، وهننقعها ساعتين في المحلول ده، وهنرجع ننقعها في مية تانية، نشطفها في مية تانية بإذن الله مرتين تلاتة كمان، لغاية اما تكون معانا خلاص، تقول خلاص انا كده اتوضبت وزي الفل. اهو ساعتين ونرجع لكم. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده هنحط بقى التتبيلة بتاعتنا. معايا بصلة، معايا فلفل، معايا طماطم، معايا زي ما انتوا شايفين ورق اللورا وتوم، ملح وفلفل بهارات، ماجي. هتحطي ماجي؟ اه هحط ماجي. ماجي فورية، وهننزل بقى بالكركم وكل حاجة كده زي ما انتوا شايفين، الكاري قصدي. هنحط بقى زبداية، تتبيلة، اي تتبيلة بقى انتوا بتحبوها، بس التتبيلة ديت بقى المكون اللي انا حطيته ده هو بهارات شوي، ده بهارات شوي. هنعصر ليمونة على الخلطة، وهنحاول بقى اللي انا نضرب كل ده كده مع بعضه في الكبة، وتشوفوا معانا الفراخ هتبقى رهيبة بصراحة. الزبادي بتديها طراوة. هو المفروض كنت انا حطيت شوية زيت، بس انا هنحط الزيت بقى ايه، انتوا عارفين يا جماعة احنا عايزين نقلل من الدهون والحاجات دهيت، بس انتوا هتتفرجوا عليها. انا طبعا هدهن الشبكة اللي انا هنحطها فيها بتاعت الشوي، الصاجة دي اللي انا هنقفل عليها. شايفين التقطيع ده هو، هنبدأ بقى نقطعها كده، هنشطف دي معانا ونرجع بيها ونكمل التقطيع. هنقطع ما بين كده اللحم لغاية اما نوصل للعظم. طبعا كل ده هنسندها وهي تحت، مش كده احسن، افضل من التقطيع التاني. هنبدأ بقى نشرح فيها ونقطع كده لما يبان كل مفصل هنقطعه كده نبينه ونظهره. هناخد الورك التاني نفس النظام، اي مفصل اي عظم هنبدأ اللي انا مبينه كده. النهاردة بقى هنعمل الشوي، هنعمل صينية بطاطس كده ايه بالبصل والطماطم كده متقطعة زي ما هتشوفوا. وهنعمل رز بلبن لولادي كده وعليه شوكولاتة كده من فوق كده، كان عندي كاكاو عملتها. هتشوفوا كل الفيديوهات معايا، تابعوا الفيديو وهتشوفوا حاجة بقى خطيرة هتعجبكم في الفيديو ده. الفيديو ده يعتبر اكتر فيديو انا طولت فيه. هنقطع الصدر كده منابات كده، ونبدأ نشرحه كده بالسكينة، والتاني نفس النظام. طبعا هنيجي عند الجناح هنفصل ده برضو من ده. ما شاء الله بجد يا جماعة، انا بصوا ما كنت يعني كل مرة بنشوي الفرخة بنحاول ان انا نعمل حاجة جديدة.
لو في حتة كده من العظم، طبعا العظم ما بنحاولش ان احنا نكسره، لان لما بنكسر العظمة احنا عند المفاصل بس بتطلع دم، والدم ده بيعمل زفارة، مش عايزين في الشوي يبقى في اي روايح. والجناح اهوت من المفصل. هنخلص كل ده وهنشطفه. هننزل بقى بالتتبيلة. انا كنت شطفت بقى معاكم، بنحاول ان انا نقصر في الفيديو. هنحط كل التتبيلة ديت كده في كل حتة من اللي انا فاتحاها ديت، ونقلب جامد. بعد ما نخلص كل ده هنغطيها وهنسيبها، طبعا انا بنسيبها من بالليل، لو عايزين تسيبوها ساعتين. طبعا هنغسل ايديا بقى، وهنغسل بقى معيار كوباية ديت من الرز، معيار البلاستيكة الصغيرة ديت من الرز، وهنسيبه بوش معايا. طب الرز ده لايه؟ ده هنعمل رز بلبن. نزلت بقى كده جبت ديت كده الشوي، وحضرت الورقة ورصيتهم كده في الشواية كده، وهندخلها فوق. بصوا بدأت تتحمر معايا ما شاء الله يا جماعة، خدت لون. هنبدأ بقى اننا نقلب فيها على كل النواحي، وكل مرة هنديها نكهة البصل. هنحط بصل كده يتشاوي معاها، وفلفل. تاخد لون، وبعد كده بنديها بقى ايه، بنوطي على الشواية. طبعا انا حاطة ورق فويل تحت علشان ما تنقطش معايا ويحفظها. ممكن نحطها كده لو ايه، لو انا حاطة صاج تحت على الناحيتين، ونبدأ نقلب. بس بصراحة انا ارتحت للطريقة دي. بندهن بقى سنة صغيرة ديت زيت، وهي ما بتلزقش معايا ما شاء الله. هنقطع بصلايتين كبار كده اهوت زي ما انتوا شايفين. هنحط عليهم طماطمتين. التتبيلة معايا هنركنها على جنب. طبعا كنت غسلت ايديا ورجعت تاني. خرطت الطماطم، عليهم قرنين فلفل، فلفل اخضر كده وفلفل احمر. هنخليهم بعيد عشان هم دول جايباهم من الفريزر. هنفرك اول حاجة البصلة. هنتبلها بقى كده ايه، ملح وفلفل، بهارات، كمون. البهارات اللي عندنا كلها هنحطها، وهنحط الملح. وهنفرك بقى ايه البصلة ديت مع الطماطم والفلفل شوية، ونركنها حب. يا جماعة والله ما تتخيلوش لما بنركنها حبة وفصين توم كده يدي ريحة. هنمسك بقى دي كلها كده نفرم معايا بسرعة بسرعة. طبعا الريحة ما انتوش متخيلين طالعة على عيني عاملة ازاي. كنت بصوا خلاص قربت عينيا تقفل. هنحط البصلة بقى ونقلب واحدة واحدة، وهنيجي حاطة ورق اللوري، وهنزود كده ايه في البطاطس. بصوا مقطعاها حلقات صغيرة كده، وهي كانت بطاطس وسط مش كبيرة ولا صغيرة. حبيت اللي انا نعملها المرة دي معاكم بالبطاطس الوسط دي، كل مرة بطاطس كبيرة. هنقلب بقى كل ده كده. بصوا ايدينا مغسولة وزي الفل، تمام التمام. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. عايزين بقى نصلي على الرسول ونوحد الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عايزين نقول دعاء فك الكرب ده يا جماعة على طول. اللي انا ضفته بقى، ضفت ماجي فورية. والله يا جماعة لو جبته ب5 جنيه حتى، من اي هايبر كده بيبيع منها فرد. بصوا في الاكياس دهيت، وبهارات كده زي ما انتوا شايفين، لحمة عشان تدي طعم للبطاطس. وهنحط بقى شوية زيت. عندكم سمنة هتحطوا حتة سمنة، هتحطوا حتة ليا، اللي انتوا عايزينه من الدهون واللي انتوا بتحبوه هو ده اللي هيتحط. اهم حاجة هنحط مادة دهنية. هنحط ورق اللوري، وهنقلب كل الخلطة ديت مع بعضيها. مجرد الخضار ده مع بعضه والله يا جماعة كان رهيب ما شاء الله. هننزل بقى بالصينية كده زي ما انتوا شايفين. هنقلب بقى ده كده كل جنب. دي بقى نطلعها كده ونتني نسقسق عليها ونسقيها كده ايه، نشربها من التتبيلة اللي احنا حطيناها اللي كان فيها زبادي. ما تتخيلوش الريحة كانت طالعة عليا ازاي ما شاء الله. لما تعملوها بألف هنا وشفا ما شاء الله عليها. طبعا الطماطم دي بتدي نكهة برضو، والفلفل هنحط كده يتشاوي معاها، والبصل. هننزل بقى نحطه تاني في الشواية، ونعلق بقى على صينية البطاطس من فوق، وبعد كده نحطها تتشوي من تحت. هنقلب كده ونروح نحطها. كل ده شغال مع بعضه. البطاطس اهيت على النار. هنحط بقى هنا ايه،
نولع على الرز بلبن. الرز بدأ يطيب معايا كده ويبقى جميل. اول ما الرز تبدأ تعمل معايا هنزود بق مية كمان. بصوا عشان ما تلزقش معايا، احنا عايزين نوصل الرز للدرجة اللي هي طياب، فوق الطياب كمان، ان هي تعجن معايا كده، بس الرزاية زي ما هي ما تبوش. هنتن نقلب فيها، والشوي اهوت بنتابع معايا برضو، ونتن نرش عليه كده من التتبيلة بتاعته زي ما انتوا شايفين. والله يا جماعة كان رهيب بصراحة. اعذروني بقى تأثير الكاميرا ده، انا ما بنبقاش عايزاه اصلا، انا كنت بنبقى عايزة نبين كل حاجة، بس هو جه معايا كده. ان شاء الله بإذن الله هنوضح حل الحكاية ديت ونعرف برضو كل حاجة. نزلت بقى باللبن، حطيت السكر وهنقلب. طبعا بعد ما طاب معايا لازم اهم حاجة في الرز بلبن اللي احنا يطيب معايا. ننزل بقى برشة الفانيليا ونقلب عشان السكر واللبن كله يبقى مع بعض. طب هو طري كده معايا واللبن ايه، هننزل بقى معلقتين كده من النشا في كوباية مية، وهننزل بيهم على الرز بلبن ونقلب. هنحط كده معلقة قشطة، عايزين تزودوا النكهة، كريم شانتيه، بودرة، اي حاجة عندكم ممكن تزود النكهة، يعني تضيفوها انتوا عارفينها، قولولي عليها في الكومنتات. بصراحة انا نعرف الكريم شانتيه والقشطة بتزود النكهة. بصوا معلقة قشطة كده بتاعت اللبن، ونتن نقلب كده لما ايه يتقل معايا، بس مش هنعمل جامد. طب ايه اللي هنحطه بقى؟ هنحط جوز هند جوه مع الرز، هينزل طعم ريحة جوز الهند معاه. زي ما انتوا شايفين كده الرز بلبن جميل كده. وبصوا كل رزاية فكة من التانية. هنبدأ بقى نصب فيه. بصراحة يا جماعة كانت ريحته بصراحة مع الفانيليا واللبن وحاجة حلوة لولادنا تفرحهم. كنت رصة الأطباق كده ومحضراها. نبدأ بقى نفضي وايه ونسيبها تتركب معايا كده تبرد، ولو عايزين تدخلوها في التلاجة احنا في الساعة يعني، وكل ده هيخلص ان شاء الله بإذن الله. حلة بقى على النار فيها الزيت، هننزل بقى بالرز، معلقة الملح، ونبدأ نقلب فيه ياخد له تشميعة كده هوت حلوة، الطريقة اللي احنا بنعملها كل مرة. زود بقى كركم. الكركم ده بقى اللي هيخليه اصفر كده وجميل. نبدأ نقلب كده ونحط بقى ملح وفلفل وتقليبة حلوة كده ما شاء الله للرز. الشوي شغال معايا بقى، نحط طماطم كمان، كل ما بنديها نكهة كده فوق منها تنشوي، بتديها طعم وبتديها ريحة ما شاء الله. الرز بقى حطينا كده يغلي زي ما انتوا شايفين، والبطاطس معايا هنحطها في الشواية، وننزل بقى التانية تحت. معايا بقى كاكاو هنا، انا كنت عايزة نحط نزين بقى طبعا ما فيش مكسرات، مش متواجدة عندي. نزلت كده زي تنقيط البقر كده. بص ما شاء الله والله طعمه كان رهيب. كان عندي كاكاو كده، عملت شوكولاتة كده بالزيت والسكر. بصوا كان رز بلبن طعم بصراحة. حط جوز هند كده، بصوا نقشة ايه البقر. وادي الرز بتاعنا جميل اهوت ما شاء الله. الحلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، والشوي شغال. طبعا هنحضر بقى الفراخ. طلع بقى كله كده، حضرت طبق كده من الرز، حطيت فيه كده ايه، عملت منظر. هنطلع الشوي بقى كل كده اللي احنا شويناه ده هوت، نطلعه ونحاول لنا نرص كل حاجة، ونحضر كده للتقديم. بقدونس كده نرشه عليه، والطماطم اهيت اللي شويناها والفلفل. هنحضر بقى الاطباق كده. عايزين بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها النهاردة. بصوا بصوا الانسجة بتاعت اللحمة، بصوا صدر الفرخة ما شاء الله. هنحط هنا شوية برضو كده، والبطاطس بتاعتنا مشوية زي ما انتوا شايفين.
حبايبي يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة